الرسالة اللي جاية دي مش ليك كمتابع عندي على صفحتي او على قناتي. الرسالة اللي جاية دي للقائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي. انا المواطن احمد جمعة بعتذر لك وبقول لك انا اسف. بعتذر لك عن كل الفترة اللي فاتت اللي انا كنت بتهكم عليك فيها، واللي كنت ماشي ومنساق تحت ضغط اقتصادي رهيب عليا، وعلى مستوى اجتماعي انا كنت بنزله وخلف سعر صرف الدولار. انا بعتذر لك لاني كنت اول منتقد ليك. انت بتشتري سلاح ليه؟ وايه الجنون في السلاح؟ وليه طيارات وفرقاطات وحاملات طائرات؟ ليه كل ده؟ طب وانا فين؟ كل ده كنت بقوله في سري وفي العلن. النهارده انا بقول لك، وبعد تفتيش الحرب اللي عملته في الجيش الثالث واللي شفته النهارده من عظمه، وانك وريتني جزء ووصلت لي رساله انك قائد ورؤيتك كانت جايبه لبعيد، وكنت عارف اللي انت بتجيبه احنا هنستخدمه. حقيقي النهارده حسيت بالفخر وقلت ده انا كلها ملح وعيش ناشف بس اشوف جيشي بالشكل ده. انت شفت النهارده يا مؤمن جزء من جيشك، قاعده من جيشك، بيوصل رساله داخليه وخارجيه ليك في مصر ان جيشك جامد، وانك قادر بفضل الله وعونه وتقديره، وان احنا مش قليلين، واللي حابب يتفضل. ومش مهم النهارده الدبابات اللي انت شفتها على مد البصر، ولا النظام الدفاع الجوي، ولا الطيارات، ولا الكاموف، كل ده مش مهم، ده جزء، ده قطرة من فايض. ولكن انا يهمني بقى ابني واخويا اللي على الدبابة، شعوره النهارده وهو فاهم انه فعلا جه الوقت اللي يكمل مسيرة ابوه جده اللي استعادوا الارض ورجع لينا تاني الحس الوطني. انت صح يا ريس واحنا غلط، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. انت صح وانا بعتذر لك على كل تهكم قسما بالله كنت بقوله عليك وما كنتش راضي. لكن ابقى في بيتي وفي بلدي امن وعارف ان ليا جيش بالشكل ده، تشكر يا ريس وكتر خيرك. بعيدا عن المهاترات التافهه لعيال لا تفهم في الوطنيه ولا تربي بربع جنيه تربيه. جيشنا هو احنا، واحنا في ده جيشنا. وانا راجل تخطيت ال40 من عمري وبقولها وبأقسم بالله لو اتطلبت انا اول واحد فيها. ولاخواتنا العرب اللي شغالين او اللجان الصهيونيه اللي بتتكلم بلسان العرب وبتوقعنا في بعض، يا تقول كلمه في حقي وتدعم اخوك يا تخرس. ليه؟ علشان انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. ارفع يا ابني راسك لفوق وقول العزة لله وللمؤمنين، وتحيا مصر وتحيا فلسطين، وعاشت الأمة العربية بقيادة الدولة المصرية. سلام عليكم.